الحمد لله ناصر المستضعفين من عباده. الحمد لله القوي ولا قوي بعده. الحمد لله كتب على نفسه البقاء وكتب على عباده الفناء، فقال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأصلي وأسلم على ملاذ الورى وشفيع الأنام، فاللهم صل عليه صلاة تنير بها حياتنا. اللهم صل عليه وعلى آل بيته الأطهار، وعن الصحابة الأخيار، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عمار بيت الله، أوصيكم دائما ونفسي المقصرة بتقوى الله وطاعته، فمن اتقى الله وقاه من نار وقودها الناس والحجارة، من نار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أيها المسلمون والمسلمات، إن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم ولا حكم إلا حكمه. قدر أن نعيش هذه الأيام، وقدر أن نعيش في هذا العصر عصرا مثل الجاهلية الأولى. وقد ابتلانا الله بأن نعيش في هذا العصر الذي نشاهد فيه هجمة شرسة من اليهود الغاصبين المحتلين على إخواننا في فلسطين. عباد الله، إن من ينظر إلى اليهود بمنظار حقائق القرآن لن ينخدع بهم أبدا. لكي يشوف هالطائفة من اليهود، لكي يشوفهم وكيشوف القرآن وكيشوفهم في القرآن الكريم، ما غاديش يخدعوه. وإن من يتعامل مع القضية الفلسطينية على وجه الخصوص على أساس حقائق قرآنية لن يتخلى عنها ولن يتنازل عنها ولن يفاوض اليهود من أجلها. وأنا من هذا المنبر أيها الأحباب أريد من إخواني المسلمين أن يرجعوا إلى حقائق القرآن في هذه القضية، وأن يتزودوا من القرآن لهذه القضية، وأن يهتدوا بالقرآن. فأول شيء سأقف به معكم حول هذه القضية، قضية القدس، أن القدس أرض مباركة، فلسطين وما حولها بلاد مباركة بنص القرآن الكريم، وهي أرض مقدسة قدسها الله فوق 7 سماوات، وجعلها أرض العقيدة والإيمان، وجعلها أرض العقيدة والإيمان، وجعلها أرض الطهر لا الرذيلة ولا الفسق، وهي أرض المجاهدين، وهي أرض الرباط والاستشهاد. والقرآن الكريم إذا غصنا فيه وتبحرنا فيه سنجد فيه هذا كله. يقول ربنا عز وجل لما نجى الله سبحانه وتعالى سيدنا لوط وسيدنا إبراهيم إلى هذه الأرض، فقال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها بمعنى أنها أرض مباركة. ويقول ربنا عز وجل في شأن سليمان عليه السلام ولسليمان الريح عاصفة
تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقوله تعالى في قضية الإسراء في القصة المعروفة لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الوقفة الثانية أيها المسلمون حول فلسطين في عهد الإسلام، قبل الإسلام وبعد الإسلام، منذ عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام. فاليهود الغاصبين يزعمون أن لهم حقا من أرضهم، من أرض فلسطين، ويقولون أن مجيئهم لفلسطين في هذا العصر بالذات مطالبة بذلك الحق، ويوهمون اليهود في أماكن شتى في العالم، في أمريكا، في بوما، في جميع أنحاء العالم، يوهمونهم بهذه الإسرائيليات ويقولون أن لهم حقا من هذه الأرض كما يدعون هؤلاء اليهود الغربيون الذين يعيشون في روسيا ويعيشون في أمريكا ويعيشون في بورما ويعيشون في أنحاء العالم، يصدقون هذه الادعاءات الباطلة والأوهام، فيدعون اليهود دعما كبيرا في فلسطين، في الأرض المحتلة، يدعمونهم بالمال، يدعمونهم بالرجال، يدعمونهم بالعتاد والجيوش والأسلحة والتأييد حتى في القرارات التي تخدم مصالحهم الداخلية. ولكن نحن المسلمين علينا أن نعرف حق المعرفة، أن نتعلم، أن نتزود بالعلم لنحارب هذه الادعاءات الباطلة. بماذا؟ أن نرجع إلى التاريخ الذي دونه القرآن الكريم منذ عهد سيدنا إبراهيم إلى عصرنا هذا، لكي نزيل هذه الأوهام والأفكار الغربية ونقدم لهم الحقيقة والبينة الواضحة. من بين الادعاءات التي يدعمونها اليوم الإسرائيليون والغربيون، يقولون أن التاريخ الإسلامي مليء بالدماء، يقولون أن المسلمون هم الإرهاب، استغلوا ضعفهم بالسيف. فكان الرد قاسيا من أحد أعلام هذه الأمة، فقال على لسانه، يقول لهم: دعونا حتى لا نفتح صفحات التاريخ ونقلبها، وإلا إن قلبنا في صفحات التاريخ لن نجد أن تاريخ الإسلام هو المليء بالدماء، وإنما تاريخ خير المسلمين من اليهود هو الذي ملئ بالدماء. إن قلبنا صفحات التاريخ سنقول من شن الحملة الصليبية على المسلمين. إن قلبنا صفحات التاريخ سنقول من قتل الأرواح وزهقت بالملايين في الحرب العالمية الأولى والثانية. إن قلبنا صفحات التاريخ سنقول من الذي دفن الأمريكان السود في مقابر جماعية وهم أحياء، هل المسلمون؟ إن قلبنا صفحات التاريخ سنكتشف أن الذين استعمروا بلاد المسلمين وأكلوا من خيرات المسلمين هم اليهود والنصارى والغرب. إن قلبنا صفحات التاريخ لن نجد في بلاد المسلمين متحفا فيه رجال مقاومتهم الأبطال. حينما نقلب صفحات التاريخ سنجد أن الذين قطعوا أطرافا ومزقوا وشتتوا تشتيتا في بورما
وفي غيرها، هل هم المسلمون الذين شتتوهم أم اليهود؟ إن قلبنا صفحات التاريخ سنجد أن الذي أزهق الأرواح، إن قلبنا صفحات التاريخ سنجد أن الذين أزهقت أرواحهم وسالت دماؤهم واغتصبت أراضيهم ونساؤهم هم المسلمون، هم الذين اغتصبت نساؤهم، هم المسلمون الذين اغتصبت نساؤهم واغتصبت أراضيهم على يد اليهود والنصارى. فدعونا رحمكم الله حتى لا نقلب صفحات التاريخ، حتى لا نقلب صفحات الماضي، لأنه إن قلبنا صفحات التاريخ لن تستطيعوا أن ترفعوا رؤوسكم وأصواتكم أمام العالم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن القرآن الكريم يقدم لنا حقائق واضحة وأدلة قطعية وأفكار ثابتة، كيف لا وهو كلام رب الأرض والسماوات الذي لا تنقضي عجائبه ولا تبطل حججه ولا تنقضي حقائقه ولا يتوقف عطاؤه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين وخاصة علماء المسلمين بمواجهة الكفار عموما واليهود خصوصا، مواجهتهم ليس بالسلاح وإنما بالفكر، مواجهتهم بالعلم، مواجهتهم بنشر الثقافة الإسلام في بلاد الإسلام، أن نجاهدهم جهادا كبيرا. يقول ربنا عز وجل في سورة الفرقان: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولكن للأسف الشديد ما حناش نتسلطوا علينا واحد الطائفة الذين يدعون الإسلام ويقولون أننا نحن مسلمون ويتكلمون بلغتنا وهم من جلدتنا، يعادون هذا القرآن الكريم ويحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الإسلام. وأقول لهم إنه لا يمكن أن تجد شيئا تبطل به ادعاءات اليهود والنصارى في كتاب آخر غير القرآن الكريم. ويا ليت المسلمين والعرب أن يبحثوا على حقائق القرآن الكريم في الآيات، ويا ليت الإعلاميين والسياسيين والدبلوماسيين والمؤلفين والصحافة أن يبحثوا على حقائق القرآن الكريم ويخاطبوا العالم الغربي، أن يخاطبوا العالم الغربي والمنظمات الحقوقية والدولية بهذه الحقائق القرآنية الواضحة المقنعة. إنهم لو فعلوا ذلك لكانوا من الناجحين. عباد الله، كلنا يعلم أن البلاد العربية خصوصا ونحن نذكر فلسطين، نتحدث عن فلسطين، أن فلسطين خاضت عدة معارك مع الكيان الصهيوني، منها 4 معارك في سنة 1948 و56 و67 و73، ونحن اليوم في 2023 دون تدخل من أي دولة في مساعدة إخوانهم ولو بقارورة ماء. فكانت نتيجة هذا الاستعمار وهذا الظلم أن الإسرائيليين أو دولة الكيان الصهيوني التي كانت تظلم، كانت نتيجة هذا الظلم أنها سرقت منا أغلى ما نملك وهو بيت المقدس، وإن شاء الله سيرجع إلى المسلمين جميعا. فأصبح هذا الكيان يستغل ثورة هذه البلاد
ويستغل الأراضي الزراعية الخصبة الموجودة في الضفة من غزة، وأصبحت تسيطر على كل مكان في غزة. نصيب المسلمين أيها المسلمون، نصيب المسلمين من بيت المقدس في يد الصهاينة، ولا من يحرك ساكنا من المسلمين في البلدان العرب. أما العرب فقد سجلوا في تاريخهم مآسي وأبشع الجرائم التي ارتكبت في حقهم، في حق هؤلاء الشعوب المستعمرة من الكيان الصهيوني. هذه الجرائم التي ارتكبت في حقهم أمام أنظار العالم والهيئات الحقوقية، هذه الهزيمة التي كانت على يد أحقر مخلوق وأضعف وأجنس المخلوقات عبر العالم وهم اليهود والنصارى، أمام أذل أمة على مر العصور على التاريخ منذ أن خلق الله الدنيا وما فيها. هم الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أمام من عرفوا بالغدر والخيانة، أمام اليهود أصحاب المكر والخبر على مر العصور. عباد الله، عليكم أن تعلموا أبناءكم أنه لا يوجد شخص من البشر على مدار التاريخ، إذا رجعنا إلى التاريخ، أنهم طغوا في الأرض أكثر من اليهود والنصارى. اسمعوا إلى كلام رب الأرض والسماء، ماشي كلام ديالي ولا كلام ديالك ولا كلام ديال شي واحد، هذا الكلام ديال الله سبحانه وتعالى. اسمعوه وتمعنوه وتدبروه. يقول ربنا عز وجل في سورة البقرة، إذا قرأت سورة البقرة غادي تلقى فيها العجب والعجب على اليهود والنصارى. يقول: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. شوف الظلم. وقال ربنا عز وجل: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. علاش؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ثم ماذا؟ ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون أنبياءهم بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ويقول ربنا في سورة المائدة: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. يقول له موسى: هيا نقاتل من أجل أرضنا ومن أجلنا ومن أجل بقائنا، ويقولون له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. شوف الخيانة والغدر حتى مع أنبيائهم. ويقول ربنا عز وجل في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. نعم. ويقول كذلك في سورة المائدة: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويقول: وألقنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. القرآن الكريم مليء بالحكاية ديال على بني إسرائيل واليهود والنصارى. أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات أن اليهود هم أصحاب فتنة، هم أصحاب فساد، هم أصحاب مكر، هم أصحاب خداع، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. عباد الله، هذا جزء من قلب القرآن
فكيف إذا غصن في القرآن؟ فهذا كله يدل على حقيقتهم، يدل على مكرهم، يدل على معاملتهم لأنبيائهم. وهذا أيها المسلمون لا يمنع أن يكون من بين هؤلاء اليهود ثلة قليلة يصدقون بما جاء به النبي، يصدقون بشيء جاء به النبي. في واحد قلة قليلة يقول ربنا عز وجل حكاية عنهم: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، لو أنهم أقاموا هذه الكتب كتبهم التوراة والإنجيل لكانت النتيجة لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ثم يقول: منهم أمة مقتصدة أي معتدلة، ولكن كثير منهم ساء ما كانوا يعملون. هذا قبل الإسلام، ولكن كيف حالهم بعد الإسلام وفي زماننا هذا؟ لو رجعنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا فيها شيئا، لوجدنا فيها أشياء يؤكد هذا الذي ذكرناه من المكر والخداع. أولها أنهم يكتمون ما أنزل الله ويحرفون الكلام وهم يعلمون. يقول ربنا عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وكذلك تحريفهم للكلم عن مواضعه، ليقولوا على الله الكذب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولونه من عند الله. استهزاؤهم كذلك وسخريتهم على عقائد المسلمين، على شعائر المسلمين. يستهزئون بالآذان، حيث الآن يمنعون الآذان في بلاد الغرب. يستهزئون بالآذان، يستهزئون بشرائعهم، لا يحبون سماع القرآن في بلدانهم. يقول ربنا عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ويقول ربنا عز وجل في تحويل القبلة، استهزاءهم كذلك على تحويل القبلة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء من الناس أي اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وكذلك تآمرهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى زياراته ليهود بني النضير، وقصتهم مشهورة كذلك في سورة الحشر. والكلام في هذا يطول، ولكن أكتفي بهذا القدر وأصلي وأسلم على ملاذ الورى وشفيع الأنام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على ملاذ الورى وشفيع الأنام. اللهم صل عليه وعلى آل بيته الأطهار وعن الصحابة الأخيار ومن تبعهم بإحسان متى عاقب الليل والنهار. ما بعد أيها الأحباب، أيها المسلمون، صحيح أن الدول الغربية عامة، ولو أردنا أن نختص منهم دولة واحدة لاختصنا أمريكا على وجه الخصوص، وهي التي صنعت إسرائيل، وهي التي صنعت هذا الكيان الصهيوني. وصحيح أن أمريكا هي التي تساند إسرائيل منذ تأسيسها. وصحيح أن اليهود هم أصحاب المكر والفساد والخبث على مدار التاريخ. وصحيح أن اليهود في العالم هم المسيطرون على زمام الاقتصاد، وهم المروجون لأفكارهم ومبادئهم الهدامة في كل زمان ومكان. وصحيح أن الدول الكبيرة في العالم
الغربية والعربية وغيرها، سواء كانت مشرقية أو غربية، تعمل لتقوية إسرائيل. وعلاش هادشي؟ لأغراض سياسية وأهداف اقتصادية ومصالح شخصية. لكن أيها المسلمون، لا ينبغي لنا نحن المسلمون أن نستسلم لهم، علينا مواجهتهم بالفكر، مواجهتهم بالعلم، مواجهتهم بنشر المبادئ الإسلامية. ولا بد أن نعتز بديننا، لأننا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، كما قال عمر بن الخطاب لما دخل بيت المقدس: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. وقفة أخيرة: إن المؤمن الحق الذي له غيرة على الدين وله غيرة على هذه الأمة في هذه الساعة يكون بين خيارين اثنين لا ثالث لهما. عنده واحد جوج الخيار: إما أنه يفرح وإما أنه يحزن. يفرح لأمر رأيناه، وهو أن المقاومة قاومت هذا الكيان الصهيوني بكل ما يملكون، فدخلوا عليهم برا وجوا وبحرا. يفرح لفرحهم، يفرح لنصر الله سبحانه وتعالى القريب: ألا إن نصر الله قريب. يفرحون لقول الله تبارك وتعالى وهم يرددون هذا الكلام: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فأنتم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أم يحزن الإنسان؟ الخيار الثاني: أم يحزن الإنسان ولا يحزن. علاش غادي يحزن؟ لما يراه في أرض الجهاد، لما يراه في أرض المعركة من تشتت، من تناحر، من تشتت داخلي بينهم بين المسلمين، لما يراه من مذابح ومقابر جماعية يدفن فيها المسلمون. فرحماك يا رب بالأطفال، فرحماك يا رب بالأطفال الرضع وبالشيوخ الركع وبالنساء التي أرملت وبالشباب الذين فقدوا شبابهم. فوالله يا أيها المسلمون اعلموا حقيقة هذا الأمر، أنه لا خير فينا إذا لم نحزن لحزنهم ونتألم لآلامهم. فيا رب إنا لا نملك لهم إلا الدعاء بالنصر، فانصرهم يا رب. ونقول لهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لأصحابه: آواكم الله، آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله. ونقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين وأعوان الظالمين. اللهم يا رحيم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك باسمك القوي، باسمك الجبار، أن تسلط على أعدائك جيشا من عندك. اللهم يا رب انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم يا رب انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم يا رب انصرهم نصرا تعز به الإسلام والمسلمين وترفع به راية الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل رقاب أعداء الدين. اللهم يا رب كما شتت شمل المسلمين يا رب شتت شملهم، اللهم يا رب شتت شمل أعدائك أعداء الدين. اللهم يا رب اجعل المصيبة عندهم ولا تجعلها عند المسلمين، اللهم يا رب اجعل المصيبة عندهم ولا تجعلها عند المسلمين. اللهم يا رب اجعلهم شهداءهم، اللهم يا رب اجعل شهداء المسلمين، اللهم يا رب اجعلهم في أعلى عليين.
مع النبيين والصديقين. اللهم يا رب اجعل مقابرهم روضة ورياض من الجنة. اللهم يا رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم يا رب قابلهم بعفوك لا بعدلك. اللهم إنهم تركوا ديارهم وتركوا أبنائهم وتركوا كل شيء وخرجوا مجاهدين لأجل قدسهم ولأجل وطنهم، فيا رب اجعلهم في أعلى عليين. اللهم يا رب اجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما من الشر معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر من استعيذه وجبنا بلادك عبدك الخاضع لجلالك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الإسلام والمسلمين وترفع به راية الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصره نصرا، اللهم انصره نصرا، اللهم أيده بالحق، اللهم أيده بالحق واجعله ضدا عن الفساد يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. بعض الطلبة يسألون الدعاء، اللهم يا رب وفقهم، اللهم يا رب افتح بصائرهم ونور سرائرهم، اللهم يا رب افتح بصائرهم ونور سرائرهم، اللهم يا رب ارزقهم العلم والعمل، اللهم يا رب ارزقهم العلم والعمل. وكذلك بعض الأخوات يسألون الدعاء بالشفاء، اللهم يا رب شافهم بشفائك وداويهم بدوائك، اللهم إنك أنت الشافي وأنت الطبيب فداويهم. اللهم يا رب ارحمنا فأنت الرحيم ولا تعذبنا فإننا لا نقدر على عذابك. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا ضعفاء فقونا. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.